قول لي يا حمو، ايه الجديد النهارده؟ والله مش عارف ايه الجديد يا صاحبي. في لعبة يا اسطى اسمها لعبة المارد الأزرق، بيقول لك اللعبة دي جامدة وصعب ان انت تغلبه. جربها. قلت انا كده. لعبة المارد الأزرق جربها. جات لي فكره. السلام عليكم، كنت معاكم اخوكم محمد من قناه دلال 8. معانا النهارده مقطع جامد جدا بصراحه. ومقطع النهارده مش هقدمه كده بس انه حيرى الجميع من العباقرة والدكاترة والمهندسين والمتدكترين والناس دول. هو مش اي حد ممكن يفكر يتكلم عن الموضوع ده، بس في ناس كتير اتكلمت عليه. بس جه الوقت اللي انا لازم اخش معاهم في الدايره دي. الجيش حته مارد ازرق يكشف لك الشخصيات اللي انت تفكر فيها، يسالك حبه اسئله بيقول لك الشخصيه ديت هي اللي انت فكرت فيها صاحبي. لا 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 يا اسطى، احنا اقوى من كده يا زميكي. احنا اقوى، اللي احنا نثبت للمارد ده ان احنا نقدر نهزمه. احنا معانا التحدي اللي هو ما يعرفش الشخصيه اللي احنا بنفكر فيها. وطبعا انتوا معايا. هو بصراحه عشان ما اطولش المقطع الفيديو كده، يعني هم هيبقوا 3 شخصيات. الشخصيه الاولى هقولها لكم، والثانيه هقولها لكم، والثالثه هقولها لكم. يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا لهوي. بس اتحداك انك ما تعرفش الشخصيه الثالثه يا ايها المارد الازرق. طبعا هنا في البدايه بيقول لك عليك التفكير بشخص حقيقي او خيالي، وانا ساحاول معرفه الشخصيه اللي تفكر بها. اهلا، انا اكنيتو. نعم يا اخويا، هو اكنتيو. ان ايه بقى؟ ان ايوه ان هي هتيجي، ما تقلقوش بس. اكنكو. صفنيتك. انا اكنيتو. ما هو يا عم، هو خلاص، هو شخص وخلاص. تمام. تعالى يا اسطى، اول حاجه الشخصيه اللي افكر فيها اللي هي الاولى، اللي هي عمك سبونج بوب. من يسكو بقى يحبوا الناس سبونج بوب سكوير، بس لو له 4 مرحلة كده كده، فاهمني؟ تعالى نشوف هيعرف ولا لا. يلا تعالى كده نقوم متكين. العب العب العب. ما تلعب يلا، العب يلا. تعالى جايب دي كده. بيقول لك هل الشخصية امرأة؟ لا. السؤال الثاني، هل الشخصية مرتبطة بال بالايه دي يا اسطى؟ يا اسطى السؤال الثاني، فاهم يا اسطى؟ السؤال الثاني، فاهم يعني؟ خليك انت معايا. تمام. هي شخصية ازاي يا اسطى؟ فهمني بالله عليك، حاول تقنعني ازاي. اللعبة دي في حاجة على فكرة، يعني ازاي السؤال الثاني يعني ما لحقش حتى اللي انا اديله تفاصيل اكتر. يما ماشي، المهم نعم. بص، السؤال الثالث جابها لمحها يا اسطى. هو بيسمع على فكرة، وعلى الكلام اللي هو شافه ده فهو بيسمع. تمام. نعم. 4 وانا لله وانا اليه راجعون. يا لهوي. 4 حلمات يا عم. هل الشخصية، هل تصاحب الخفافيش؟ لا. الشخصية بنية اللون؟ لا. ده جابه في ثانية ما شاء الله، اقسم بالله. ده انت مش عفريت يا اسطى، انت جني. يا دين النبي، ايه الحلاوه دي؟ طيب بصوا يا رجاله، عشان اللي هو عمله ده فتقريبا انا بقول هو بيسمع اللي احنا بنفكر فيه. فعشان كده هظهر لكم صورة اللي احنا هنخليه يبحث عنه، ونظهر لكم معاه الشخصية التانية هي ده. تمام، خلينا نبحث عنه. نعم والله انت والله ممتاز. بس هو بصراحة السؤال الاول سهل جدا، يعني مفيش اسهل منه بصراحة. بس انا طبعا متعاطف معاك لانك انت يعني كده كنت انت مؤدب يعني معايا. يا واد يا جامد، شايف نفسك شبح. خلينا نشوف انا هعرف الشخصية التالتة ولا لا. لعب من جديد. هل الشخصية انثى؟ لا. يوتيوبر؟ والله لا، مش عارف. تقريبا هل الشخصية مولودة في العراق؟ لا. عربية؟ نعم. من أصول مصرية؟ نعم. دور فيلم؟ لا. متزوجة؟ تقريبا متجوز هو. نعم هو متجوز. التلفزيون؟ يعني على قناة المولد بتلاقيه على طول.
هاي الشخصية تحترف في الغناء؟ نعم. هاي الشخصية هو بطل أفلام هذا؟ لا. هل الشخصية ظهرت في أحد البرامج رامز؟ لا 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 لا، قرب أوي، قرب أوي 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 كمان، لا. يسطا ليه بس كده؟ ليه؟ نعم. هل تحب الشخصية ارتداء ملابس الداخلية للنساء؟ لا. يا لهوي، جابك يا حمو جابك. نعم. هل تحب الشخصية البطاطس المقلية؟ انت كنت قعدت معاها الكباريه ولا ايه؟ صح. نعم. هل تحب الشخصية الآيس كريم؟ حمو بكا بيحب أي حاجة. نعم. ده احنا بقينا مشهورين قوي يا جدع. هل توجد روح شريرة داخل الشخصية؟ لا، روحه طيبة والله. هل الشخصية معرفش على الإنجليزي؟ لا. هل الشخصية من مواليد برج الدلو؟ أنت محتاج الدلو يندلق على راسك كده عشان تفوق يا أخي. زعلان مني أنا؟ قوي. ليه؟ دي اشكال تخلفوها. والله مش عارف، لا مش عارف، أنا لا أعرف. هل الشخصية مسترد لبنانية؟ لا. هل الشخصية من أبطال مسلسل أنت أطرق بيبي؟ بابي؟ لا. لا 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 لا. هل جيل الشخصية فوق 50؟ لا. غلط. لا. ضحكت عليه في التانية كمان. لا. إذا وجدت شخصية تفكر فيها، مغني شعبي مصري، لوك محمود البني، حمو بيكا. هو حمو بيكا. برافو، لك الغلط تاني. اعترف بالفشل من أول مرة. الشخصية التالتة دي بقى أنا بقول احتمال 0.1 في شعره مني بسببها. تمام، يلا بينا يا شباب، ومعانا الشخصية التالتة. بصوا يا شباب، بجد اسف والله على اللي حصل ده، بس انا نسيت اقول لكم اصلا ايه الشخصيه الثالثه وانا بقول الفيديو. فعشان كده اقول لكم الشخصيه الثالثه هتكون هو المارد الازرق بذات نفسه، اللي هو بيقول الحاجات ديت، هو هيبحث عن نفسه ده لو عرف. الشخصيه حقيقيه موجوده في الواقع؟ لا. طبعا انت على التلفزيون اهو. هل الشخصيه علاقه بالبحر؟ لا. هل الشخصيه ذكر؟ انت ذكر يد؟ يخرب عقلك ده انت مسخره. ايوه. هل الشخصية من الحيوانات؟ لا. هل الشخصية مقاتلة؟ لا. هل الشخصية طفل؟ لا. ايه يا اسطى، مش يسيب لي فرصة؟ ده احنا لسه بنقول يا اسطى، ده يعني مش عارف يجيب نفسه. ايه يا عم؟ نعم. هل الشخصية تظهر على قنوات الأطفال؟ انت بتطلع على قناة الأزهر ولا لا؟ لا. هل نجح الشخصية في الثانوية العامة؟ انت كنت ناجح في الثانوية العامة؟ لا. هو انت لو نجحت في الثانوية العامة كنت زمانك دلوقتي بتعمل ايه؟ بدل ما انت بتقول الإجابات كنت زمانك دلوقتي بتحط عفاريت. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال. مش عارف. المهم نقول له لا، انت نجحت يلا. اذا كنت مش هيقصد. هي الشخصية من مسلسل قديم، مسلسل علاء الدين؟ نعم. هل قام شخصية بلعب دور الجن في علاء الدين؟ انت لعبت دور الجن في علاء الدين يلا؟ المارد الازرق، والتاني كان اسمه الجن الازرق ودي مارد الازرق. والله مش عارف، لا اعلم. لا. هل الشخصية قادرة على التحول؟ لا، انت بتتحولش. هل تسير الشخصية على قدمين؟ لا. هل تعمل الشخصية في مجال اخبار اليوتيوب؟ لا. هل الشخصية مرتبطة بزواج مع رياض مشهور؟ لا. هل الشخصية رفيق لبطل؟ أنا بطل. نعم. لا.
هاي شخصية تربي حيوان أليف. انت عارف تربي نفسك لما تربي حيوان أليف. هاي شخصية تعرضت للعنف الأسري. انت كان عندك مشاكل مع زوجتك يا صاحبي؟ استغفر الله، لا ما تحرجنيش اكتر من كده يا علاء، ما تبص كوعي ارجوك ارجوك، ولا كتفي يا علاء ولا ودني، كتير يا علاء كتير كتير. لا. هل الشخصية وشم جمجمة في النصف؟ لا مفيش جماجم هنا بصراحة. لا. هل شاركت الشخصية في مسلسل جامعي فاميلي؟ لا. الشخصية موجودة على هاتفك؟ هي بجوجل يعني هل هو شخصية من كرتون قديم؟ كرتون علاء الدين. نعم. غلط. لا. زي ما توقعنا ان احنا كسبنا على المارد الازرق ده، طلع ملوش دين اي لازمه في التوقعات. تمام. تعال نشوف هو بيقول ايه. النية الخاصة بك. علاء الدين شخصية أسطورية. مارد مصباح علاء الدين. لا أنا بسألك عن نفسك والله، أنت مش شايف نفسك؟ أنت حر بقى، أنت شباب مش شايف نفسك بقى على الآخر. أنت كده جاهز. يا المشاهدين لقد فزنا على هذا المارد البغل في كده وكده. طبعا لو الفيديو عجبكم متنسوش تحطوا لايك واشتراك في القناة، وانتظروا كل جديد مع قناة زلزال 8. بوم. نقفل بقى.